انا جاي النهارده اتكلم في كلمتين عشان بجد انا محروق دمي من امبارح. انا عندي سؤالين للاداره وسؤالين او 10 اسئله بقى للجهاز الفني عن الماتش امبارح، بس خلينا نتكلم الاول مع الاداره. انت ليه ما دام عندك فتره توقف كبيره ليه ما بتجيبش مدرب اجنبي يمسك النادي يبدا يفكر مع النادي في الفتره دي؟ لسبب واحد، لان انت عارف من قديم الازل ان لعيبه الزمالك ما بينفعش معاها، سواء هي لعيبه عاليه او لعيبه ميته، يبقى مدرب مصري. ليه ما بتجيبش بقى مدرب اجنبي يشتغل معاهم؟ دي اول نقطه. النقطه التانية، انت ليه مصمم على فكره انك انت تمضي مع كابتن معتمد حاجه اسمها عقد مؤقت؟ طب ليه؟ ما هو انت كده بتقول له ان انت كده كده مؤقت، يعني انت مش مكمل، وهو عارف انه مش مكمل. طب انت ليه برضو مقعده بالكم ده وانت عارف ان اللعيبه اللي عندك تعبانه مله؟ تاني حاجه بقى او تالت حاجه، يا جماعه بقى لنا قد كده بنناشد ان القيد لازم يتفتح، نفتح القيد نفتح القيد، لان كان في توجهات كبيره جدا في الاعلام بشكل عام موجوده، ومن الاعلام الزمالك بشكل خاص، ان الزمالك ما يفكش القيد علشان محتاج يدفع فلوس وعشان ما ياثرش على اللعيبه اللي عنده وعشان. طب من الاول برضو انت عارف ان الكواليتي اللي موجوده عندك ما بينفعش. وانا جيت قبل كده في من فيديو او فيديوهين فاتوا قلت لكم يا جماعه الزمالك برضو محتاج لعيبه، لان في الاول وفي الاخر الزمالك بيلاعب فرق ضعيفه. ما ينفعش ان الكونفدراليه هي اللي تبقى المقياس للزمالك. الزمالك اتعادل مع فيوتشر مع بيراميدز في الكاس وكسبها ضربات جزاء علشان جمهور الزمالك، مش عشان لعيبه الزمالك ولا عشان اداره الزمالك ولا عشان اللعيبه دي جامده جدا. كسب فيوتشر علشان فيوتشر مش حلوه اساسا، وفيوتشر انها هي مش حلوه وانها عامله كده في مجموعتها متكسبانه ماتشين ومتعادله مع اتحاد العاصمه هناك في اتحاد العاصمه في الجزائر. فالموضوع يا جماعه بيدل ان احنا فعلا فرقه ميته. فانت كاداره قلت لنا البرنامج بتاعك الانتخابي اللي انت جبناك على اساسه ان انت هتفك القيد. انا معايا رجال اعمال بالهبل، معايا فلوس قد كده، ما شفناش حاجه من الثلاثه دول. ولا جددت اللعيب من اللعيبه اللي عندك المفروض هتمشي زي فتوح. انا بقول لك انت المفروض تجدد لفتوح، مع ان الراجل بيلتزم دلوقتي وانضبط معاك، فانت المفروض اخر حاجه اللي هتمشي فيها ان هو يطلع يعتذر وتجدد له. زيزو المفروض تجدد له عقده برده، لان زيزو تقريبا فاضل له عقده في سنه او سنه ونص حاجه كده. المفروض برضو ان انت محتاج تجيب من الجون، المفروض محتاج تجيب على الاقل سيرد باكين او باك شمال وسيرد باك على الاقل خالص، ده اقل تقدير. ومحتاج على الاقل 2 في نص الملعب، ومحتاج حوالي 3 هافات، 3 هافات محترمين مع مصطفى شلبي، لان الموضوع في المدعكه حرفيا، ومش اي مش اي حاجه، مش اي سلق بيض. ففين؟ ومحتاج لك فيرود، ده وش ده باينه، ده انا لسه هتكلم على الحته دي، ده انا حاجه هداري واخبي. فانت كاداره بتهبل هبل صعب، مش طبيعي. في عتا ماشيينها كده، يلا زي ما تيجي احنا بنقول وبنعدي، ما فرقتش حاجه عن اللي قبلك. فنتمنى بقى ان الدنيا تتعادل، لان الموضوع كده بقى صعب. الزمالك بالمنظر ده المفروض كان الزمالك يكسب الماتش ده، كان هيطلع، كان يزق نفسه بقى تالت تاني الدوري، نشوف الدنيا، لان كمان اللي خدمك اكتر ان بيراميدز اتعادل، فكانت الدنيا تبدا تجري بيك. لا ازاي؟ فراح الزمالك خسران حتى مش يتعادل، فترجع بالسكواد اللي معاك. مصر كلها عارفه ان السكواد اللي معاك ده مش هيكمل، واحنا قلنا الفرقه اللي قدامك لو فرقه بتلعب معاك شويه، يعني مصر امبارح كانوا متنيل. مصر امبارح كان الزمالك لو في حاله الزمالك الطبيعيه، مش اللعيبه دي، لو كزمالك بتاع السنه اللي فاتت على الاقل خالص كان شايل الفرقه دي، او السنه اللي قبلها كان شايلها. الاهلي مش شايلها 3-0 مرتاحه. فانت اديتهم واجب ما عمرهم كانوا يحلموا بيه. دي اول نقطه. نرجع بقى لنقطه كابتن معتمد. يا كابتن معتمد انا عندي سؤالين. يا ما هو انا مش عارف، اللعيبه اللي عندك اللي بتتصاب ده حاجه من الاثنين، يا ما بيهتموش اصلا بالتدريب بتاعهم، يا اما الراجل بتاع البدني اللي عندك ده تعبان ومريح، فالمفروض يتغير. تاني حاجه، انت جايب تيم سكاوتنج علشان المفروض ان لما اللعيبه بتاعتك تبدا تلعب مع الفرقه التانيه تبدا تشوف الغلط فين ونعمل ايه ونسوي ايه، وجايب تيم كتير والتيم ده بيقبض فلوس قد كده، واللي يقول لك ما بيقبضش، لا هو بيقبض تمام. ما حدش بيشتغل حبي في الزمالك بشكل عام. فالناس دي اللي انت جبتها الاول، يعني البدني بتاع اللعيبه باين قوي انه واقع، لعيبه كتير قوي باين ان هي مليانه. تالت حاجه، انت بالعقل الناس دي اللي جات لك، ان انت دلوقتي الراجل اللي عندك عمر جابر اتصاب، الضمه بتاعته ايا كان شدت ليه، زي ما قلت لك ممكن يكون ما بيتمرنش كويس، وممكن يكون هو اجهاد، وممكن يكون هو الراجل ايه بتاع البدني اللي عندك واقع مريح، ملوش اي 30 لازمه. وانا شايف ان هو ملوش لازمه، لان اللعيبه بتاعتك من بعد الدقيقه 65 في كل المطوشه بتسقط منك، بتسقط شبكه حرفيا. فانت بقى المفروض انك كنت تجيب ايه؟ راجل محترم يدير بقى معاك المنظومه ويظبط معاك الكلام. لا ازاي بقى؟
فانت ماشي على نفس النهج، ما غيرتش اي حد، وباين قوي بقالك كتير من ايام حتى اوسوريو، هو نفس الراجل ما اتغيرش، انت جبت بس هو كابتن معتمد هو اللي جه حط زياده على الموجود. طب الناس بقى اللي قاعده بره ما قالتلكش ان البديهيات، الناس اللي معاك او الناس بقى اللي قاعده بره اللي هم السكاوتنج، ما حدش فيهم اتكلم معاك ان من البديهيات حتى ان هم المفروض ما يتكلموش معاك، المفروض انت اصلا ماتش متعقرب 0-0 ما راحش ينزل محمد طارق، راجل صغير وفي نفس الوقت مش احسن حاجه، يعني هو راجل مش احسن حاجه، باين قوي يا جماعه من اول ما طلع، في ناس كتير قوي طلعت، مش هو بس، في 2 كمان معاه او 3 طلعوا ما ينفعوش يلعبوا، والله العظيم ما ينفعوش يلعبوا من قدام نادي الزمالك اساسا، ولعبتهم وبرضه نزلته. طب يا راجل ما انت اسهل حاجه ممكن كنت تعملها انك ترجع نيمار ورا، تمام، وتسقط واحد قدام، سواء بقى نداي، سواء شيكابالا، سواء اي بني ادم من اللي قاعدين من بره، ان شاء الله عبد الله جمعه يعني اقصاها اهو، ما لعبش الراجل، فلا، فتروح انت عاكك العكه الكبيره، لان نيمار مش احسن حاجه، بس نيمار بيلعبها معاك، ونيمار احسن من التاني بشكل عام، فانت تروح تساحب بقى ايه، نيمار، تمام، ورحت منزل نداي، ده الشوط التاني، انا بكلمك بس كتوتال، ورحت منزل الناحيه التانيه محمد طارق. محمد طارق عمل كميه ميس باص من اول ما نزل، هو خايف والكوره بتعدي من تحت رجله وبيباصي غلط ومتسرع في قراراته، وكان المفروض يتغير بدايه الشوط الثاني وبرده ما غيرتوش، فعندك كميه غلط امبارح في المنظومه مش طبيعيه. برده نص الملعب انت منزل 2 في نص الملعب، هما الاثنين رتمهم واحد، انت عايز واحد يقطع كوره، رؤى ما بيقدرش يجري ورا اللعيبه والمصحف، ما بيعرفش يجري، ما مش قادر يجري، انا شفته في الدقيقه والله مش عارف الدقيقه 65 ولا 70، الواد بيجري من قدامه، العيال كانت بتروح 2، انا الجون اللي جه كانوا 2 على 5 باكات، ما قدروش عليهم. تاني حاجه الواد بيجري فيه، الواد اللي عندهم الاشول اللي بيلعب الناحيه التانيه بيجري بشماله من نص الملعب، مش قادر يجري وراه، رؤى بيقطع برؤى كده ونازل، ولعبوا كوره من هي الكوره اللي بيلعبوها من اول الشوط، من اول الشوط الاول لحد نهايه الشوط الثاني وبتتلعب عليك، بيرجع الباك اللي هو الباك اللي مع الياس الجلوسي، بيجي معاه الياس وبيجري الراجل بتاع نص الملعب بيضم عليهم بيبقوا 3 كده، فده بيلعب مع ده اللي هو الياس والباك بتاعه بيلعبوها مع بعض، اللي هو تقريبا كان كريم العراقي اعتقد، يا كريم يا الراجل الناحيه التانيه مش فاكر مين، المهم يعني بيلعبوها مع بعض، ده بينزل وبتاع نص الملعب بينزل، انا بسلم لالياس، الياس بيتقل على الكوره او الراجل التاني بيتقل على الكوره والياس بيكون جاري، بسلم بيتقل بيلعبها له، بيتضرب فيها 3 لعيبه، انا شفتها 20 مره اتكررت امبارح في الماتش، بطلع بالكوره بفضل تقيل تقيل تقيل، بيجي لي اللعيب بتاع نص الملعب بينزل لي وبينزل له الناحيه التانيه الهاف، سواء بقى بيجي فيها الياس او حد، كل الكوره بتنزل ان انت بتروح لعبها كده، بيروح لاخدها الهاف، بيروح لعبها لالياس، يوليس يروح لعبها له مره تانيه، بيكون التاني جري، خلصت، هي 3 حركات بيضرب فيها التلاتة اللي بيجوا عندك اللي هم المفروض بيضموا معاهم، سواء بقى الباك والوينج بتاعه والراجل بتاع نص الملعب، وكمان نص الملعب عندك مش قادر ياخد الكوره، فالمفروض كنت تنزل واحد زي السيسي من الاول، السيسي ما عندوش كوره، انا بقولها لك ما عندوش كوره يقدمها، بس عنده ان هو بيقدر يقطع صداده، فخلاص لعبوا بقى في النقطه دي ويبقى معاه راجل بقى منهم بيلعب معاه، فانت سبحان الله برضو تروح مطلع دونجا، ممكن يكون اصابه، ممكن ايا كان عنده ايه، ما انا ما اعرفش، بس انت طلعته راجل كان بيلعب، وانا سبت رؤى مش قادر، فكميه غلط غير طبيعي امبارح في بدايه التشكيل اساسا، و وريتم الماتش ان انت التغييرات بتاعتك في كميه غلط غير طبيعيه، هم لعبوا عليك كورتين، الزمالك بقى كل اللي كان بيعمله طول الماتش من بعد الجون انه بيعلق كوره، يا اما بيعلق كوره، يعني انا شايف الزمالك بيدي حاجه و70 او 70 بيعلق كوره بس لقدام على الناس اللي نزلت، شيكابالا انت حرام عليك انك بتنزله في الدقيقه حاجه و80 82 تقريبا او 78 حاجه كده، 12 دقيقه هو اللي هيلعبوا، ما عملش فيهم حاجه ومش هيلحق يعمل فيهم حاجه، وكمان انت بتلعبه واللعيبه اصلا اللي قدامك في قدامك قفلت خلاص، يعني انا قافله ورا مش هلعب، وهو نزل لك الشامي قال لك يجري بقى يقعد يجري مع اللعيبه، انت بقى عملت ايه؟ كل اللي بتعمله انك انت يا اما من اول الماتش، حتى من اول الماتش قبل ما كان 0-0 كنت كل اللي بتعمله انك انت بتقعد، وهي نفس اللعبه، الزمالك بيقعد يحرك الكوره من اليمين للشمال ومن الشمال يمين، نقعد نتدرج وبطء غير طبيعي، يروح نازل واحد من نص الملعب يستلم، يروح لاعب تاني يروح طالع له المسلوسي من الناحيه الثانيه يروح مسلمها له، المسلوسي يروح ضارب الكوره ما بين الخطوط تروح لاوباما او تروح للجزيري، طبعا اوباما تقيل جدا من ساعه ما رجع من الاصابه، تقيل في حركته جدا، الجزيري دي بقى المشكله اللي هتكلم فيها تانية، انت مصمم على الجزيري والجزيري سيء جدا، كل اللي بيعمله هو الجزيري سريع، بس ده مفيش بجنيه، انا شفت من اول ما ناصر منسي نزل لا عمل كوره، طب ما ليه ما تدي للراجل، ما تدي للراجل التالت بقى اللي انت اصلا جايبه محترف برضه بيدفع بالدولار، ما تدي للاثنين شويه، يعني زي ما بتدي لده ادي لدول، ما الناس عندك برضه محتاجه تلعب، اديها، يمكن ناصر بقى له قد كده ما بيلعبش ومش عارف، انا مش عارف اقيمه، حرام عليا النهارده امبارح لما لعب لا راح بكذا كوره ولعب كوره مع الناس،
عندك غلط، عندك غلط، ما بتلعبش غير لعبه واحده الفرق خلاص كلها عرفتها، هي دي اللي بتلعبها. طب عندك الباكات اللي عندك رفعت؟ لا. يعني كانوا بيروحوا وبنرفع؟ لا. عبد الشافي امبارح رفع هي كورتين، وكورتين وحشين جدا اللي رفعهم، بس يشكر عبد الشافي على اللي هو بيعمله. الناحيه التانيه ما شفتش الباك اليمين رفع كوره عدله من اول ما كان عمر باك يمين، ما اترفعتش كوره واحده. فكان في كميه غلط يا جماعه امبارح غير طبيعيه في الماتش. وانا كنت عارف، انا عارف برضو في حته عايز اتكلم فيها، هرجع تاني للاداره يا جماعه. ما هو انا بشوفها كده، لعيبه الزمالك لما بتخرج بره مود التركيز ويروح نعمل للونش مش عارف ايه وايه ويلا مبروك يا عم ان انت رجعت يا عم، الحمد لله ان الراجل رجع وكل حاجه، بس ما دام اللعيبه خرجت بره تركيزها وشيكابالا منزل فيديو بتاع، انا قلت خلاص الماتش راح. تاني حاجه تروح انت عاملها بقى قبليها في نفس اليوم الصبح، ان لعيبه الزمالك قبل الماتش بيوم تروح انت مطلعهم رايحين مع مش فاكر اسمه ايه ابن ممدوح عباس، يروحوا يعملوا زياره ل 57 3 يا عم خير وكل حاجه وانا تمام راضي، بس مش قبل الماتش بيوم، مش في المعسكر. ما تخرجهم يا عم بعد المعسكر، يعني الماتش خلص في نفس اليوم يا عم يروحوا، تاني يوم يروحوا. لكن انت قبل الماتش بيوم يطلعوا لعيبه الزمالك كلها بالكابتن معتمد بالراجل بتاع البدني مش عارف مين، كل ده طلع، ومعاهم كمان ناس من السله واليد والطايره. طب ايه ده؟ ايه ده؟ ما هي ماشيه كده، ماشيه كده حبي، يلا بينا يا باشا بقى، يلا ايه الدنيا حلوه. ما هو مش كده يا جماعه، ده حرق الدم. انا المفروض عايز اكسب عشان اوصل على الاقل مركز تاني، مش هقول لك اول، باللي انا معايا ده اخد مركز تاني علشان على الاقل العب افريقيا السنه الجايه، اكون بقى فكيت القيد وجبت اللعيبه والقرف اللي الواحد شغال فيه ده. فايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه؟ انا مش شايف اي تطور من ساعه ما انتوا جيتوا خالص، ولا اي حاجه. احنا كل حاجه بنطلع بس عند مهيب عبد الهادي نقعد نديها بقى تصريحات، ايه يلا حلو، نقعد نخبط في الراجل القديم. طب ليه؟ يا اما بنروح نعمل بقى مؤتمرات واحنا حلوين وزي الفل والزمالك اولا. اللي انتوا بتعملوه ده عته 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 حرفيا. ماتش ما فيهوش اي حاجه الزمالك عملها، ولا كوره ولا استلام ولا تسليم ولا بساط ولا اي حاجه، ولا بنكسر خطوط ولا بنعمل اي حاجه، ولا الناس بتعمل بيلد اب حتى محترم. نطلع بالكوره بطء في كل حاجه، ما عندكش غير هما 2 لعيبه اللي بيلعبوا، زيزو ومسلوسي. انا ما شفتش حد تاني، ما شفتش حد تاني. حتى الراجل الجون بتاعك امبارح شال كتير، حتى ضربه الجزاء انت امبارح كنت ممكن تشيلها مغريه. انت كورتين اللي جولك، كورتين واحد الاتنين في العرض، ما فيش كده، ما فيش كده خالص. الزمالك ابيض. نتمنى العلاج بقى للحاجات دي بسرعه، لان الموضوع ده بقى صعب. انت كده مش هتاخد حتى مركز محترم في الدوري بالمنظر ده. انت بعيد قوي، عمال بتبعد، وكمان افريقيا كده هتروح منك. انت هتطلع يعني انت حتى لو طلعت اول هترزع حد من التاني من الفرق التانيه. لحد دلوقتي الفرق التانيه برضو تقيله، ممكن حد فيهم يشيلك. فالزمالك لا، بعيد بعيد خالص. ما يغركش قلنا مكسب الافريقيا يا جماعه اللي احنا بنعمله. لازم يا جدعان نعالج الدنيا دي بسرعه، لازم تبقى في استقرار للفرقه، ولازم يبقى في استقرار اصلا انك تجيب لعيبه تانيه، لان في لعيبه ما ينفعش تعدي من سور نادي الزمالك. سلام.